مساء الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة. وفنانتنا النهاردة من نوع مختلف. فنانتنا النهاردة الفنانة الكبيرة والجميلة، أول نقيبة للممثلين في الوطن العربي، الفنانة عايدة هلال الله يرحمها. ممثلة لبنانية، اشتغلت في بداية حياتها في مجال عروض الأزياء قبل أن تقتحم مجال السينما من خلال فيلم فتاة السيرك بطولة نعيم عاكف عام 1951. تاريخ ميلادها 22 يوليو 1925. تاريخ وفاتها 5 أغسطس 1987. توفت عن عمر يناهز 62 سنة. الله يرحمها ويرحم الجميع. اسمها الحقيقي نيكول لويس نصر. اتجهت في بداية حياتها للعمل في مجال تصميم الأزياء والموضة، واستمرت 5 سنين. وبعد كده جات لها الفرصة ان هي تدخل مجال السينما كممثلة عام 1951 في فيلم فتاة السيرك بطولة نعيم عاكف. تألقت بعدها من خلال فيلم شهيدة العشق الإلهي. واشتغلت كمان في الإذاعة في القاهرة وسوريا وبيروت، ومن أبرز أعمالها المصيدة ولو كنت رجل. صاحبة صوت عذب ونقي ومخارج ألفاظ رائعة، ولكنها لم تستغل في مجال الغناء، وكرست نفسها للسينما وللتلفزيون، ونجحت بشكل كبير جدا في التمثيل الصوتي لمسلسلات الرسوم المتحركة للأطفال، واللي عرضت في الثمانينات، وكان ذلك في مجال حديث في ذلك الوقت ما كانش موجود منه قبل كده. تزوجت مرتين. الأولى من جوزيف مقطوم، رجل أعمال لبناني من أشهر تجار الإطارات في ذلك الحين، وأنجبت منه 3 أبناء، وبعد كده انفصلت عنه بهدوء. وبعد كده اتجوزت شخص تاني وهو الصحفي عبود فودة، وقضت معاه بقية حياتها حتى وفاتها. شغلت منصب نقيب الفنانين في لبنان في فترة الستينات، وكانت فترة شغلها لهذا المنصب من أزهى عصور النقابة والفن اللبناني، حيث حرصت على حفاظ حقوق الفنانين وتنظيم أعمال النقابة بشكل رائع. قدمت 22 عمل فني، ومنهم الضحية، فتاة السيرك، عريس في المزاد، صحيفة سوابق، حب وإعدام، زواج عصري، شمس لا تغيب، سر امرأة، لا تذكريني،
عنتر بن شداد، شخصيات تبحث عن مؤلف، النصاب، المراهق الكبير، شهيدة الحب الإلهي، وكمان لو كنت رجلا. وبما ان قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة، وعشان كده استنونا في قصص حياة الفنانين اللي جاية. يا ترى هنتكلم عن مين؟ سلام عليكم.